ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وصحة وسلام دايما. النهاردة جيت احكي لكم حلم حلمته زمان. لا، مش منام. ده من الاحلام اللي بنتمنى نحققها واحنا صاحيين. اصل الاحلام مش بس اللي بنشوفها واحنا نايمين. الاحلام الحقيقية هي اللي بتخلي عينك تفضل مفتوحة، هي اللي بتخليك تصحى كل يوم عندك سبب تعيش علشانه. انا مثلا كنت بحلم اغني. والله، تخيلوا مع إن صوتي كان وحش جدا، أو أنا كنت مفكرة كده. بس كنت بحس إن الغنى هو الطريق اللي ممكن أعبر بيه عن نفسي. فضلت أحلم وأتعلم موسيقى، أتعلم نغمة ورا نغمة، وأتمرن لحد ما قدرت أحقق الحلم ده، رغم إن ناس كتير حواليا كانوا بيضحكوا وبيقولولي انسي، عمرك ما هتقدري. بس أنا ما صدقتهمش، فضلت ورا الحلم لحد ما اتحقق. ويومها اللي كانوا بيحبطوني بقوا أول ناس قاعدين قدامي جوه قاعة مليانة ناس، وأنا واقفة على المسرح بغني. الغريب جدا إن صوتي طلع حلو قوي. ما كانتش حفلة في الأوبرا، بس كانت حفلة حياتي أنا. ولما كبرت شوية نضج معايا حلمي. ما كانش حلمي إن الناس تسقف لي ولا إن صورتي تبقى على بوستر. الحلم اتغير، اتبدل، وتحول من نغمة لإحساس. اكتشفت إن كل اللي كنت بدور عليه مش التصفيق ولا الشهرة. أنا كنت بدور على اللي يسمعني، حد يحس بيا، يفهمني، يسمع وجعي قبل كلامي. ومن هنا اتحولت الموسيقى لحروف، والغنى بقى كلام بيتكتب في قصص وروايات. يمكن علشان الحروف عمرها ما بتخون الصوت، وعشان الكلمة بتفضل حية حتى لو العالم كله سكت. واكتشفت إن سبب أحلامي دي إني كنت طول عمري مش بلاقي حد يسمعني. كل مرة أتكلم كانوا يقطعوني، كل مرة أحاول أشرح اللي جوايا كانوا يغيروا الموضوع. وفي الآخر اخترت أبسط حل، إني أسكت. بس سكوتي كان وجع، وعقلي كان أقوى مني ومنهم، ورفض السكوت. عقلي قال لي احلمي، احلمي لحد ما صوتك يرجع وتلاقي اللي يسمعك ويحس بيكي، لحد ما الحلم اللي جواكي يصحى، لحد ما تثبتي لنفسك إنك تستحقي تكوني موجودة. وفعلا فضلت ألاحق حلمي خطوة بخطوة، كلمة بكلمة، وجع بعد وجع، لحد ما وصلت. مش للمسرح ولا للغنى، لكن وصلت لنفسي. وعرفت إن الحلم عمره ما بيخلص، هو بس بيتطور معانا، وبيفضل جوا كل نفس بناخده بنية أنا لسه قادرة. وفي نهاية الحلقة عايزة أقول لكم جملة صغيرة بس حقيقية: الحلم مش محتاج صوت حلو ولا موهبة أو قدرات خارقة. حلمك محتاج قلب مأمن بنفسه. صدقوا أحلامكم حتى لو العالم كله بيضحك، لأن أول تصفيقة هتسمعوها هتكون من جواكم. وطبعا يا أخواتي، ما تنسوش اللايك والشير، ومنشنوا حد بتحبوه وبتتمنوا حلمه يتحقق، وسيبولي رأيكم في الكومنتات. واستنوني في الحلقة الجاية من حكايات سيلا.